اول حاجة انا معايا خيط قطن زين ده من صفحة جوري لمستلزمات الكروشيه. وهستخدم معاه ابرة 4 ومحتاجة كمان علامة. انتي ممكن تستخدمي نوع خيط قطن متوسط السمك او خيط المكرمية المصري او برضو خيط السلسلة او القطان. كلهم تقدري تستخدميهم ان شاء الله هيدوكي برضو نتيجة كويسة جدا. هو ممكن يفرق بس في حجم الشنطة، لكن هتبقى النتيجة برضو حلوة ومقبولة. وممكن كمان تستخدمي كوتون جولد بلس. تمام، هنسمي الله ونبدأ. هبدأ أول حاجة أعملها عقدة البداية، وهشتغل 35 سلسلة. أنا قلت لكم أنا معايا إبرة رقم 4، تستخدمي مقاس الإبرة المناسب لشدة إيدك في الخيط والإبرة، وكمان سمك الخيط اللي هتستخدميه. هشتغل 35 سلسلة، 1 2 3 4، هكمل 35. اشتغلت بالشكل ده 35 سلسلة. هفوت أول سلسلة بعد الإبرة، هروح للسلسلة رقم 2 وهبتدي أشتغل فيها غرزة حشو. كده اول غرزة حشو معايا، وهعلمها لان انا هشتغل بشكل حلزوني من غير ما اقفل السطر. فدي اول غرزة حشو معايا في السطر. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده انا اشتغلت 10 غرز حشو، كل غرزة واحدة بس حشو. الغرزة رقم 11 هشتغل فيها تزايد ب2 حشو، 1 2 في نفس المكان، تاني غرزة في نفس المكان، وارجع اعد تاني 10 غرز حشو. والغرزة رقم 11 اشتغل فيها تزايد، 1 2 3. هكمل 10. اشتغلت كده 10 غرز حشو. الغرزة رقم 11 هشتغل فيها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة. هفضل اكرر على مدار السطر لحد ما اوصل تاني لاول غرزة. كده 1 2. هكمل 10. عملت 10 غرز حشو. الغرزة رقم 11 هشتغل فيها تزايد، 1 2. واكرر بقى كده، ادي كده غرزة حشو. كده اشتغلت اول غرزة في 10. مش هرجع اشتغل تاني في نفس الغرزة، لا هنتقل للغرزة اللي بعديها من الناحية التانية. يعني انا كده الغرزة دي مش هشتغل فيها تاني، تمام، هشتغل في الغرزة اللي بعديها. ادي كده ده تاني غرزة. خدي معاكي الخيط تحت الشغل بتاع البداية، 3 4. كملي 10. تمام، واعملي تزايد. اشتغلت 10 غرز بالشكل ده. الغرزة رقم 11 هشتغل فيها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة، وهكمل تاني لحد اخر السطر 10 غرز حشو. والغرزة رقم 11 تزايد. اشتغلت بالشكل ده كده لاخر السطر، اخر غرزة في ال10 غرز. بعد كده اخر غرزة في السطر هشتغل فيها تزايد، 1 2. خدي بالك الغرزة دي اللي بعدها هي دي كانت اول غرزة اشتغلت فيها في السطر. دلوقتي هقفل، مش هقفل السطر، اسفة، هكمل. عندي هنا دي اول غرزة في السطر، هشيل العلامة وهشتغل مكانها غرزة حشو، وهعلم الغرزة كده اول غرزة، وهبتدي اعد 11 غرزة حشو. الغرزة رقم 12 تزايد، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. الغرزة رقم 12 هشتغلها تزايد، يعني 2 حشو، 1 2 في نفس المكان. وهكرر كده طول السطر، غرزة 11 غرزة حشو، الغرزة رقم 12 تزايد، لحد ما ارجع تاني لأول غرزة في السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده. هبتدي السطر رقم 3، هشيل العلامة، والسطر رقم 3 هيكون 12 غرزة حشو، والغرزة رقم 13 تزايد. فكده أول غرزة في السطر، 1
حط العلامة مكانها. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. الغرزة رقم 13 هشتغل فيها تزايد، ادي اول غرزة، تاني غرزة في نفس المكان، وارجع اكرر 12 غرزة حشو، الغرزة رقم 13 تزايد لحد ما اوصل لاول السطر. خلصت السطر بالشكل ده كده. ده السطر رقم 3. هبتدي السطر رقم 4، والسطر رقم 4 و5 و6 هيكونوا سطور ثابتة بدون أي تزايدات، بمعنى كل غرزة هشتغل عليها غرزة واحدة بس، مفيش أي تزايد على مدار السطر. فأنا هشيل العلامة وهبتدي كده أشتغل غرز حشو عادية خالص. تمام، كل غرزة هتقابلني هشتغل عليها غرزة واحدة حشو، أوصل للعلامة أشيل العلامة واشتغل مكانها حشو وأكمل لحد أما أعمل 3 أدوار. أدي كده 1، ده اول دور كده. تمام، هشتغل الدور ده 4 وهشتغل الدور 5 وكمان السطر 6، وارجع لكم من اول السطر رقم 7. اشتغلت بالشكل ده كده 6 اسطر. تمام كده، وصلت للسطر رقم 6. هبتدي السطر رقم 7، والسطر رقم 7 هبتدي اشتغل 13 غرزة حشو، الغرزة رقم 14 هشتغل فيها تزايد. تمام، فهبدأ كده أول غرزة في السطر 1، أحط العلامة مكانها. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. الغرزة رقم 14 هشتغل فيها تزايد 1 2 في نفس الغرزة، وارجع اكرر تاني 13 غرزة حشو، الغرزة رقم 14 هشتغل فيها تزايد. هكمل وارجع لكم. خلصت بالشكل ده كده السطر رقم 7. هبتدي السطر رقم 8، والسطر رقم 8 هيكون عبارة عن 14 غرزة حشو والغرزة رقم 15 تزايد. فهبتدي كده اول السطر 1 واعلم، احط العلامة. 2 3 هكمل 14 الغرزة رقم 15 هشتغل فيها تزايد 1 2 في نفس الغرزة. هكمل السطر بنفس النظام 14 غرزة حشو، الغرزة رقم 15 هشتغل فيها تزايد. خلصت كده السطر رقم 8. هبتدي السطر رقم 9، هشيل العلامة وهبتدي السطر رقم 9 هشتغل على 16 غرزة. أول 15 غرزة حشو والغرزة رقم 16 هشتغل فيها تزايد. كده 1، والعلامة ما تنساهاش عشان ما نتوهش أول السطر. 2 3 هكمل 15 غرزة. 15 الغرزة رقم 16 هشتغل فيها 2 حشو يعني تزايد. كده أول غرزة، تاني غرزة في نفس المكان، وأكرر كده على مدار السطر رقم 9. 15 غرزة حشو، الغرزة رقم 16 هشتغل فيها تزايد. هكمل وارجع لكم السطر رقم 10. خلصت السطر بالشكل ده السطر رقم 9. السطر رقم 10 و11 و12 هيكونوا سطور ثابتة، بمعنى ان كل سطر هشتغل فيه غرزة واحدة حشو بدون اي تزايد خالص لحد اما اوصل للسطر رقم 12. ده كده السطر رقم 10 هشتغل كل غرزة غرزة واحدة حشو، وما تنسيش العلامة، رجع العلامة مكانها. تمام، وابتدي اشتغل بقى كل غرزة غرزة واحدة بس حشو لحد اما اخلص السطر. ابدأ السطر رقم 11 برضو كل غرزة غرزة واحدة حشو، اخلص السطر ابتدي السطر رقم 12 كل غرزة غرزة واحدة حشو. هرجع لكم في السطر رقم 13 نشوف هنعمل ايه. ده السطر رقم 10 هشتغل 11 و12 كمان ثابتين، وارجع لكم في السطر رقم 13. اشتغلت بالشكل ده كده لحد ما وصلت للسطر رقم 12. هبدأ السطر رقم 13.
السطر رقم 13 هيبقى فيه تناقصات، فهشيل العلامة بالشكل ده كده، وهبدأ اشتغل 8 حشو. 1، هحط العلامة في اول غرزة. 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. كده اشتغلت 8 حشو. الغرزة رقم 9 والغرزة رقم 10 هعمل فيهم تناقص، فهعمل تناقص خفي. هدخل في الحلقة الأمامية للغرزة رقم 9 مع الحلقة الأمامية للغرزة رقم 10، واسحب الخيط، بعدين اشتغل غرزة حشو وارجع اكرر تاني 8 حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. الغرزة رقم 9 والغرزة رقم 10 هشتغلهم غرزة واحدة يعني تناقص. هدخل في الحلقة الأمامية للغرزة رقم 9 والحلقة الأمامية للغرزة رقم 10، واسحب الخيط. معايا حلقتين، هاخد لفة واطلع من حلقتين. كده اشتغلت تناقص، وافضل اكرر على مدار السطر 8 حشو تناقص. ادي كده 2، 3. خلص السطر وارجع لكم. خلصت السطر رقم 13، هبدأ السطر رقم 14، والسطر رقم 14 هشتغل فيه 7 حشو تناقص. 1، هرجع العلامة مكانها. 2، 3، 4، 5، 6، 7. وهشتغل تناقص في الغرزة رقم 8 و9. بدخل في الحلقة الأمامية للغرزة رقم 8 والحلقة الأمامية للغرزة رقم 9، وارجع أكرر تاني. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. كده 7. الغرزة رقم 8 و9 هشتغلهم غرزة واحدة يعني تناقص، واكرر لآخر السطر. خلصت السطر رقم 14، هبتدي السطر رقم 15. هشيل العلامة، والسطر رقم 15 هشتغل 6 حشو تناقص. ادي كده 1، 2، 3، 4، 5، 6، ورقم 7 و8 تناقص بالشكل ده كده، وارجع اكرر تاني. 1، 2، 3، 4، 5، 6. الغرزة رقم 7 و8 تناقص. ادي كده 7 ورقم 8 مع بعض كده يبقى تناقص. هكمل السطر بالشكل ده كده 6 حشو تناقص، وارجع لكم السطر اللي جاي. خلصت بالشكل ده كده السطر رقم 15. السطر رقم 16 و17 و18 ثابت، يعني كل غرزة واحدة بدون تزايد أو تناقص. كل غرزة هتقابلني في السطر هشتغل عليها غرزة واحدة. ده كده السطر رقم 16، كل غرزة واحدة بدون أي تناقصات في السطر. تمام. هثبت كده كل غرزة واحدة. هشتغل السطر رقم 16 و17 و18، وارجع لكم في بداية السطر رقم 19. يبقى انا كده 16 و17 و18 ثابت، كل غرزة واحدة بس بدون اي تناقصات. تمام. خلصت كده السطر رقم 18. دلوقتي هبتدي السطر رقم 19. تمام. هشيل العلامة وابدأ اول غرزة في السطر، والسطر ده هيكون 5 حشو تناقص. فكده اول غرزة 1، هرجع العلامة مكانها. 2، 3، 4، 5. وبعدين هبدأ الغرزة رقم 6 و7 هشتغلهم غرزة واحدة اللي هو تناقص. ادي كده
دخلت في الحلقة الأمامية للغرزة رقم 6، الحلقة الأمامية للغرزة رقم 7 واسحبهم مع بعض واشتغل حشو، وارجع اكرر تاني العد. 1 2 3 4 5 ورقم 6 و7 تناقص، 6 و7 اشتغلهم مع بعض واكرر السطر بالشكل ده. 5 حشو ورقم 6 و7 بشتغلهم غرزة واحدة اللي هو تناقص. خلصت السطر رقم 19. هبدأ السطر رقم 20، هشيل العلامة وهبدأ اشتغل 4 حشو تناقص. 1 هرجع العلامة الغرزة الأولى، 2 3 4 الغرزة رقم 5 و6 هشتغلهم غرزة واحدة تناقص وارجع اكرر تاني. 1 2 3 4 والغرزة رقم 5 و6 تناقص واكرر. 1 2 3 4 5 و6 غرزة واحدة تناقص بالشكل ده كده. هكمل السطر بالشكل ده وارجع لكم. خلصت السطر كده 20. هبدأ السطر 21. السطر 21 هيكون 3 حشو تناقص. 1 العلامة ما تنساهاش، 2 3 4 و5 تناقص. ادي رقم 4 ورقم 5 معاها واعمل تناقص واكمل. 1 2 3 4 و5 اشتغل فيها تناقص. هكمل السطر 21 بنفس الترتيب وارجع لكم. خلصت بالشكل ده كده السطر 21. السطر 22 و23 و24 ثابتين، كل غرزة غرزة واحدة، مفيش ولا اي تناقصات بالشكل ده كده، كل غرزة غرزة واحدة. السطر رقم 22 و23 و24 ده كده السطر ايه، 22 ثابت و23 ثابت و24 كل غرزة غرزة واحدة. هشتغل ال3 سطور دول كده ثابتين، كل غرزة غرزة واحدة وبعدين ارجع لكم. خلصت كده السطور الثبات. هبتدي بقى السطر رقم 25. هشيل العلامة وهبدأ هنا اشتغل تزايد في اول غرزة اهو. علمي اول غرزة هشتغل فيها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة هتخطى غرزة واروح اللي بعدها اشتغل فيها برضو تزايد، 1 2 اتخطى غرزة اللي بعدها اشتغل فيها تزايد، 1 2 وهكذا على مدار السطر. اتخطى غرزة اللي بعدها هشتغل تزايد، 1 2 اتخطى غرزة اللي بعدها تزايد. هكمل بالشكل ده السطر رقم 25. اشتغلت بالشكل ده كده وهتلاقي اخر غرزة عندك في السطر هتسيبيها عشان هتبتدي السطر بداية الغرزة التانية. فهنشيل العلامة كده وهتخطى اول غرزتين دول كده اول غرزتين هسيبهم واروح للغرزة اللي سبتها في اول السطر اللي فات اهو. اول غرزة سبتها في السطر اللي فات اللي انا كنت شغالة فيه دلوقتي رقم 25 كده هشتغل 26. هدخل فيها واشتغل فيها 2 حشو، 1 واعلم تاني غرزة في نفس المكان واروح برضو الغرزة في السطر اللي فات واشتغل 2 حشو، 1 2 هكمل السطر ده كده. الغرزة اللي انا سبتها في السطر اللي فات هشتغل عليها 2 حشو، تمام اهو كده 2 حشو، 1 2 كمل السطر وارجع لكم. خلصت بالشكل ده كده السطر رقم 26. السطر رقم 27 و28 و29 هيبقوا نفس التكرار اللي هوريه لكم دلوقتي. هاجي هنا ما بين الاتنين حشو والاتنين حشو هشتغل 2 حشو. طبعا علمي ان ده بداية السطر بتاعك اهو. دي اول غرزة 2 حشو اللي بعدها 2 حشو، 1 2 الغرزة اللي بعدها
ما بين الحشو والحشو 2 حشو كده. تمام. هشتغل السطر ده وكمان سطرين ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. انا خلصت بالشكل ده كده. بصراحه انا عملت 4 سطور بس، حسيت ان هو كده شكلها لطيف وكفايه جدا. انت حابه تزودي براحتك. تمام. هقص دلوقتي الخيط واسحب. هاجي هنا كده بإبرة التنظيف تمام. هدخل في الغرزة اللي بعد الإبرة كده، شيل العلامة اسفة، شيل العلامة وادخل في الغرزة تحت الحلقتين كده واسحب الخيط، واجي لاخر غرزة اشتغلتها هدخل في الحلقة الخلفية فقط كده. كده قفلت السطر. هاجي جوه بقى الشغل، هبتدي ادخل الخيط تحت الغرز عشان اثبته كده. وياريت تعملي عقدة، يعني افضل انك تعملي عقدة عشان تتأكدي ان هي مش هتتفك كده. هعمل عقدة بسيطة بس كده وادخل برضو الباقي. بدخل بشكل عشوائي، اهم حاجة اتأكد ان الخيط بتاعي ثبت كويس والدراع تمام. هركب الدراع، وحابه بقى انتي تعملي لها سوسته او تعملي لها كليبسه، براحتك زي ما تحبي. انا هركب الدراع واجي اوريكم الشكل النهائي، والفيديو بتاع الدراع هسيبه لكم تحت في اول تعليق، وكمان في الكابشن او في صندوق الوصف عشان تشوفيه لو حابه تعملي دراع سلسله او حابه تعملي اي دراع تاني براحتك. اشتغلت اليد بالشكل ده كده، طولها تقريبا متر، انت على حسب طبعا الطول اللي انت محتاجاه للشنطه بتاعتك. وهبتدي اثبتها زي ما قلت لك. هسيب لك تحت الطريقه بتاعه الحبل. ادخل الجنش كده في الشنطه. ميزته بقى انك انت كده تقدري تنضفي الشنطه بكل سهوله لو حبيتي تغسليها. تمام. هتغسليها وتنضفيها بكل سهوله في الغساله عادي خالص. بس كده. والسوسته بقى زي ما قلت لك، حابه تركبي سوسته، حابه تركبي كليبسات زي ما تحبي ركبي. خلصت بالشكل ده كده. اتمنى الشنطه تكون عجبتكم ان شاء الله. لو حابين تنفذوها تنفذوها بكل سهوله وبساطه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.